مش مجرد لاعب، مارادونا كان عدو صريح، صاحب كاسترو، عدو أمريكا الأول، وحاطط وشم جيفارا، وبيشتم في الإمبريالية الأمريكية في كل لقاء. وجود مارادونا منتصر وبطل للعالم على أرض أمريكية كان كابوس سياسي ملوش حل ومش معمول حسابه. تلاقيك دلوقتي بتسأل، بس يا سيدي التحليل طلع إيجابي. الإفيدرين دي مادة منشطة صريحة، الإفيدرين دي مادة موجودة في دواء البرد العادي. مارادونا كان بياخد مكمل غذائي مرخص والكل كان عارف بيه، الفيفا كان عارف وأمريكا كانت عارفة. بس استنوا اللحظة اللي مارادونا نجح فيها في الجذب، استنوا لما باعوا التذاكر بسببه وشغلوا المكنة وبعدين قرروا يذبحوه. ليه الممرضة دخلت الملعب؟ دي كانت أول وآخر مرة في التاريخ تقريبا ممرضة تدخل تسحب لاعب من إيده قدام الكاميرات. دي كانت رسالة إهانة مقصودة قدام العالم كله. أمريكا كانت عايزة تقول لمارادونا: أنت هنا على أرضنا وإحنا اللي بنقرر مين البطل